وكل يوم رسائل ومكالمات، والناس عايزه حلول فوريه واسئلتها كالتالي: انا عندي اكتئاب اعمل ايه؟ مراتي عندها قلق مستمر تنصحني بايه؟ انا حاسس بضغط نفسي جامد يا ريت تساعدني. بدا يسال نفسه: قال انا بحب شغلي بس مش من المفروض ان انا اخد فلوس على الجلسات دي؟ احمد كاخصائي نفسي اللي وقعه في الموضوع ده انه كان بينشر محتوى توعوي على السوشيال ميديا، ولما لقى تفاعل كبير فجاه الكومنتات بدات تزيد والرسائل بدات تزيد، لكن هو ما بداش يفرق ما بين انه بيقدم محتوى بيكلم فيه كل الناس وان في نفس الوقت بتجيله اسئله بتستدعي منه استشارات علاجيه ما تنفعش تتقال لكل الناس. عشان احمد يقدم محتوى قوي بدون ما يحس انه بيقدم استشارات مجانيه والحمل يزيد عليه من وقت للتاني، محتاج انه يعمل 5 حاجات. اول حاجه انه يحدد الفرق ما بين حاجه اسمها محتوى توعوي وجلسه علاجيه. محتوى توعوي يعني الكلام للناس كلها مش موجه لشخص معين، زي ازاي تتعامل مع القلق، اعراض الاكتئاب، امتى تلجا لمتخصص. لكن الجلسه العلاجيه بتكون لحد لوحده، فيها بقى اسئله تفصيليه والحلول فيها بتبقى لكل واحد على حده. فاول خطوه انك توضح للناس الفرق ده عشان يعرفوا ايه اللي يقدروا ياخدوه مجانا وايه اللي المفروض يدفعوا عليه فلوس. رقم 2، حاول تستفيد من فكره الردود الجاهزه للرسائل اللي بتتكرر طول الوقت. فبدل ما ترد على كل حد بنفسك، جهز رساله واحده مضمونها بيقول انك ما بتقدمش استشارات فرديه على الصفحه، بس لو انت محتاج دعم تقدر تحجز جلسه من خلال اللينك ده، وتبدا تحط اللينك الخاص بيك اللي من خلاله الناس تقدر تحجز جلساتها. او انك تكتب رساله تانية بتقول ان الموضوع ده محتاج انك تتابعه مع حد متخصص والجلسات بتكون بشكل فردي، وان ده هيساعدك كحد عنده مشكله بشكل اعمق. كده انت بتوضح انك مش بتقدم استشاره مجانيه بس في نفس الوقت بتقدم ده بطريقه احترافيه واخلاقيه شويه. رقم 3، قدم محتوى يكون فيه حلول عامه مش فرديه. فبدل ما ترد على كل شخص، اعمل بوستات او فيديوهات بتناقش فيها المشاكل الشائعه زي الحاجات دي: انك تعرف انك محتاج جلسه نفسيه امتى، او ازاي تتحكم في التوتر اليومي. وده هيخلي الناس تستفيد بدون ما تاخد منك استشاره فرديه ببلاش. رقم 4، استخدم عباره واضحه في المحتوى بتاعك، انك تحط في اخر كل بوست ان المحتوى ده توعوي، وانك لو محتاج مساعده شخصيه تقدر تحجز جلستك، او ان الجلسات العلاجيه بتكون شخصيه وان هي بتتحدد على حسب احتياجات كل شخص. كده الناس هتتوجه لفكره الحجز بدل ما تطلب منك الاستشارات المجانيه. رقم 5، حاول تعمل لايف باسئله عامه، وبدل ما ترد على الناس في الرسائل اعمل اللايف ده اسبوعي تجاوب فيه بقى على الاسئله بتاعت كل الناس بعد ما تجمعها. وقول في البدايه ان الاسئله اللي انت هترد عليها دي هتكون اسئله عامه، لكن لو انت محتاج استشارات فرديه فالجلسات هي الحل الامثل بالنسبه لك. فالناس هنا هتستفيد من خبرتك وفي نفس الوقت هتلاقي الوضع منظم ومهني اكتر. من الاخر حاول توضح الفرق بين التوعيه والاستشاره، وتستخدم ردود جاهزه على الرسائل المتكرره، وفي نفس الوقت تقدم حلول عامه مش فرديه، وتوضح ان الجلسات العلاجيه دي بتكون مدفوعه، وتعمل اللايفات بتاعتك باسئله عامه بدل الردود الفرديه المجانيه.